ازاي الكرة المصرية نقدر نطورها بحيث انها تبقى زي الدول العالمية اللي شغالة على الكورة، ونقدر نوصل ان يبقى عندنا محترفين كتير في العالم زي صلاح وتريزيجيه بنفس المستوى الاوروبي ده اللي موجود. فلو حضرتك صاحب قرار، ايه اللي المفروض ممكن نعمله في الكرة المصرية علشان نقدر نوصل للنقط دي ونطور؟ بص يا استاذ محمد، السؤال اللي انت بتساله سؤال وجيه جدا، وهو سؤال استراتيجي، يعني بمعنى اصح ان هو مش خاص بفئه معينه قد ما هو صحته في ازاي يكون هناك توجه، وازاي يكون هناك استراتيجيه كبيره للكره المصريه. تمام. عشان الكره المصريه تتنقل للعالميه تمام. مش هينفع تمسك محور وتحسنه بمعزل عن المحاور الاخرى. تمام. يبقى لازم يكون هناك تخطيط عام من الدوله تمام. ممثله في وزاره الشباب والرياضه تمام. في فكره الرياضه للجميع والرياضه للمنافسه. لازم يكون عندنا شقين، الرياضه للجميع ان لازم الشعب كله يمارس رياضه، يعني يكون في ملاعب مفتوحه عشان نزود مساحه الممارسه. لازم يكون عندنا مراكز الشباب على اعلى مستوى عشان نزود عدد الممارسين ونرفع مستوى الصحي للناس. تمام. ده القاعده ديت هيفرز منها قاعده ثانيه اللي هي قاعده الموهوبين والممارسين بشكل اكبر. اذا كل ما اتسعت القاعده بشكل عام، كل ما كان القاعده اللي انت هتختار منها ممارسين وموهوبين هتبقى بشكل اقوى واحسن بكتير. تمام. الحاجه الثانيه لابد ان يكون الاتحادات المعنيه، وانا بقصد هنا الاتحاد المصري لكره القدم، لازم يكون عنده خطه طموحه طويله المدى على مدى 4 سنين او 8 سنين، مشروع كبير يتم فيه معالجه كل السلبيات وتناول كل المتغيرات اللي ليها تاثير في صناعه كره القدم. تمام. صناعه كره القدم هتيجي بتخطيط جيد للناشئين وللبراعم، بمسابقات منتظمه ومسابقات سليمه لكل الفئات العمريه. صناعه كره القدم والوصول العالميه هتيجي بمدرب على اعلى مستوى، يبقى لازم هنا تطوير العنصر البشري، المدرب والاداري. صناعه كره القدم هتيجي لما هيكون في الانديه بتهتم بقطاعات الناشئين وبتهتم بالمدربين، وهيبقى التقييم على اسس ومعايير علميه. صناعه كره القدم والوصول للعالميه هتاتي عندما يكون هناك برامج واضحه جدا ومخططه من خلال المدربين وقطاعات الناشئين، وفي ربط للفريق الاول بالقطاع الناشئين. هيكون هناك صناعه جيده لكره القدم لما الانديه لا تغالي في ابتعاث اللاعبين او في السماح للاعبين الموهوبين بالاحتراف في الخارج. هيكون في صناعه لكره القدم لما يكون في اعلام مستنير واعلام هادف يقدر ينشر فكره المنافسه بشكل سليم، وفكره كره القدم بشكل سليم، ويقدر يعمل اليات للتقييم بشكل جيد جدا، ويقدر يكون السلطه الرابعه في توجيه المجتمع ومحاسبه كل العناصر الموجوده. هيبقى في صناعه كره القدم لما الدوله والانديه يكون كل نادي ليه النادي ليه الاستاد والملعب اللي مطابق للمواصفات العالميه. هيكون في صناعه جيده لكره القدم لما يكون في مسابقات ناشئين وفي اتحاد بيهتم بقطاعات الناشئين ومنتخبات الناشئين، مش في سنه او قبل البطوله بشهرين ثلاثه، قد ما يكون هناك تخطيط طويل الامد لمده 3 أو 4 سنين، وفي صناعه للمدرب وتاهيل للمدرب بشكل جيد. لما هنبعد هتكون الصناعه جيده جدا، ومصر تقدر توصل عالميا لما يكون تعيين المدربين مش بالمحسوبيه، وان الفساد ينتهي في كره القدم، وتبقى الكفاءه هي المعيار الاساسي لصناعه كره القدم. لان كره القدم هي انعكاس لتطور كل المتغيرات المحيطه واللي بتشترك في صناعه كره القدم: الاعلام، البث، التسويق، المدرب، التخطيط، الانديه، مجالس ادارات الانديه، اللوائح المنظمه، القوانين المنظمه. كل دي بتصب في الاخر في صناعه مناخ جيد، والمناخ الجيد لا ياتي الا بجوده في الناتج اللي هي المتمثله في اللاعب. لابد ان احنا نهتم بالمنشآت، ونهتم بالعنصر البشري، ونهتم بتنظيم المسابقات، ونهتم بتطوير اللوائح. لابد ان ما يكونش في شخصنه للامور، وما يكونش القرارات واللوائح بتدار بشكل تفصيلي لنادي معين او لشخص معين. لابد ان تتحط مصلحه الدوله ومصلحه الكره المصريه فوق كل اعتبار. مصر فوق الجميع يا استاذ محمد. صح. اذا لو ما طورناش المدرب، وما عملناش لوائح سليمه ومسابقات سليمه، وعملنا ملاعب على اعلى مستوى، ولو ما اهتمناش بقطاع الناشئين بشكل كويس جدا، مسابقاته، الملاعب بتاعته، مكافاه المدربين بتاعته، تنظيمهم، تاهيل المدربين في مصر،
لو الاعلام ما اتطورش، كل دي عوامل ومتغيرات في الاخر خالص هتقدر تخرج لينا نماذج كتيره جدا من محمد صلاح ومن النني ومن هاني رمزي ومن احمد حسن ومن وائل جمعه ومن كل النجوم الكبار اللي اثروا الكره المصريه وكانوا على مستوى عالي جدا. مصر ولاده، احنا عندنا 100 مليون فرد، احنا الثروه الحقيقيه محمد هي الثروه البشريه. دي حقيقة. لك ان تتخيل احنا عندنا 18 مليون طالب في مرحله التعليم الابتدائي، عندنا ما يقرب من 34 مليون واحد او طالب او طالب من مرحله التعليم الابتدائي لمرحله التعليم الجامعي. بص انت عندك قاعده قد ايه؟ مرحله عندك كبيره، قاعده كبيره جدا. صح. وعندك محافظات فيها دخل كبيره جدا من الموهوبين، روح الشرقيه وروح الدقهليه وروح اسوان وروح مغاغه وروح المنيا وروح اسوان، وما تقصرش الاهتمام بالقاهره فقط، روح محافظه القليوبيه والدقهليه والشرقيه والبحيره والاسكندريه، كل المحافظات دي فيها دخل. لما هيبقى في تنظيم عادل للاهتمام بالثروات البشريه والتنقيب والانتقاء، لما يكون في خبراء على اعلى مستوى حتى لو هنجيبهم من الخارج ويحطوا قصص، وتبقى اداره الكره المصريه بتتم من خلال منظومه علميه بتعتمد على العلم وتعتمد على المعرفه. لما يكون هناك تنظيم جيد واداره جيده للكره المصريه، ساعتها مش هقول لك ان هيبقى في محمد صلاح واحد، هيبقى في عشرات بل مئات من محمد صلاح. اقسم لك بالله انا لفيت العالم، احنا عندنا ثروه بشريه في مصر افضل من اللي موجوده في المانيا وموجوده في اسبانيا وموجوده في بلجيكا. ناخد النموذج البلجيكي والنموذج الاسباني ونشوف الدول دي قفلت على نفسها. بلجيكا قفلت على نفسها 8 سنين وطلعت في الاخر بمجموعه من المواهب واقتحمت ودخلت المركز الثالث على مستوى العالم في كاس العالم الاخيره. وبلجيكا مش من الدول اللي هي العصبه في كره القدم، لكن ناس قدرت تشوف تحلل المتغيرات اللي عندها ايه، وقدرت تعمل مشروع قومي قام على نشر الرياضه وعمل مراكز تكوين في وفقا اللي بتغطي كل بلجيكا، عجب خبراء على اعلى مستوى، حط لهم مناهج وبرامج تدريبيه خاصه بالانتقاء وخاصه بالتدريب، اهل المدرب بشكل كويس جدا. في الاخر كانت المحصله ان بلجيكا بعد 8 سنين بتتصدر المشهد الاوروبي وتوصل لدور قبل نهائي كاس العالم وتاخد المركز الثالث. الكره الاسبانيه حصلت على نفسها فتره وعادت بعد 15 سنه بتجتاح، بتاخد كاس العالم في جنوب افريقيا، بتاخد كاس الامم. انديه برشلونه وريال مدريد يجتاحوا البطولات الاوروبيه. انا بكلمك على دولتين كان مشروع ناجح جدا جدا ونموذج واضح جدا للتخطيط وللاداره الجيده. من هنا هتقدر الكره المصريه تعود بشكل اقوى بكتير. وخير مثال على كده نموذج بتاع محمد صلاح. محمد صلاح لما خرج ونادي المقاولين، وانا بحيي نادي المقاولين وبحيي كل المسؤولين في نادي المقاولين لما ما غالوش وحطوا مصلحه اللاعب ومصلحه الكره المصريه، واللي بيغالوا في الاول الحقيقه ما بيحجبوا الفرصه عن المواد. نادي المقاولين قاعد ياخد فلوس وعائد من محمد صلاح اكثر بكثير جدا من المغالاه اللي بتعملها الانديه في الانتقال الاول. مفيش لعيب في مصر يا استاذ محمد هينتقل هيروح يلعب على طول في اليوفنتوس وهيروح يلعب في برشلونه وريال مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ. مفيش. محمد صلاح كان نموذج وتجربه لابد من الاقتداء بيها. لما النادي ما غلاش والنادي ما بطش تحت رجليه والنادي بص على العائد من الاستثمار في محمد صلاح، لما محمد صلاح نفسه كان نموذج يحتذى به في الشخصيه الجيده اللي صبرت وكافحت وبدات من نادي من انديه الكلاب دي في الكره الاوروبيه ودوله مش من انديه القمه زي سويسرا، لعب في النادي اللي يقدر يهتم بيه ويديله فرصه الممارسه بشكل كبير جدا. محمد صلاح قدر يعبر عن ان الشخصيه عامل مهم جدا جدا في صناعه كره القدم. فلا بد واحنا بنمرن ما نهتمش بالبدن والمهاره فقط، لابد ان احنا نهتم بالمكونات الخمسه للاعب كره القدم: المهاره والشخصيه والبدني والمهاري والخططي والنفسي والعقلي، لان دولت عوامل مؤثره جدا في استمرار اللاعب والوصول بيه لاعلى المستوى.